بعد أن شهد القطاع التجاري في الجزائر عدة تقلبات في السنوات الثلاث الأخيرة، تسببت في بعض الأحيان في خلق فراغات وتذبذبات كان لها تأثير سلبي على الحياة اليومية للمواطن. وبعد التضييق الكبير الذي شهده ملف الاستيراد وما كان له من ارتدادات سلبية، ها هو الجهاز التنفيذي يحاول التدارك لاسترجاع ما يمكن استرجاعه وتهدئة الجبهة الاجتماعية والمتعاملين الاقتصاديين. شهر بعد تنصيب طيب زيتوني وزيرا جديدا للتجارة، شرع الأخير في تطبيق خارطة طريق تظهر بوادرها الأولى أن سنة 2023 ستكون سنة انفراج الوضع التجاري في البلاد. كنا لاحظنا أنه السيد الوزير قام بفتح قنوات الحوار مع كل المتعاملين الاقتصاديين، وهذا لتوحيد الجهود والذهاب بصفة أكثر فعالة في مجال تحسين النشاطات التجارية. واليوم نرى أنه فيه تجاوب لكل الفاعلين وخاصة المتعاملين الاقتصاديين، وهذا راح يسمح بأنه تكون فيه سنة جد نشطة في المجال التجاري وبصفة عامة في المجال الاقتصادي. زيتوني الذي شرع منذ الأسابيع الأولى في استقبال المتعاملين الاقتصاديين والإصغاء لانشغالاتهم، لم ينتظر طويلا لاتخاذ أولى قراراته، خاصة المتعلقة بالتوطين البنكي للمستوردين وفك شفرة شعبة الموز التي صنعت الجدل في الأوساط الشعبية، ناهيك عن رفع الحظر عن استيراد قطع غيار السيارات، وأخيرا إعلانه إعادة النظر في منصة أرجاكس الخاصة بالمستوردين، قرار أثلج قلوب المواطنين قبل المتعاملين، ويبشر أيضا بطي المشاكل العالقة في ملف الاستيراد قبل انقضاء سنة 2023. نرى اليوم أنه فيه عمل قاعدي ميداني يقوم به وزير التجارة الجديد، وهذا ما راح يسمح كما قلنا أنه القطاع راح يرافق حركية التنمية في الجزائر، وراح يسمح بإعادة أيضا حتى الثقة بين الإدارة وكل الفاعلين في المجال التجاري. توجه وزارة التجارة نحو إعادة التدارك سنة 2023 يفضي حسب المتابعين إلى تسطير خارطة طريق تستهدف بالدرجة الأولى إعادة ترتيب أوراق السوق التجاري بعد الانتكاسات التي عاشها لسنوات طويلة، كما يمهد أيضا إلى استيراد كل ما يحتاجه المواطن والمتعامل الاقتصادي، بعيدا عن سياسة الاستيراد العشوائي التي أرهقت الاقتصاد الوطني في حقبة سابقة.